السلام عليكم. بون باش نتوجه في الفيديو هذايا برسالة واضحة للسيد المدير العام للأمن الوطني السيد عبد الرحمن بن حاج علي بتوفير حماية خاصة وفورية لصوت الحق، لصوت الوطنية، لصوت الرجولة اللي تفقدت عند الكثير من أجل تونس بلطفي العماري. لطفي العماري منذ اليوم حياته ولات مهدة ومعرضة للخطر، على خاطر باين بالكاشف اللي أي صوت متاع حق في تونس تصبح حياته مهدة بالحق، مهدة لحبه لتونس. أي إنسان يحب تونس اليوم ولا سيبلاي، لأنه اليوم الخونة هي اللي بين يديهم تونس، العملاء بيديهم تونس، بائعي الوطن بيديهم تونس، بداية من رئيس الجمهورية اللي يعتبر عار اليوم على تونس الشيء اللي يعمل فيه، الخائن الغدار الباجي قايد سبسي. ما عاد ثم ثقة. الور التوانسة الكل يلزمهم الشرفاء واللي يحبوا بلادهم، اللي بلادهم اليوم في خطر، اللي الباجي قايد سبسي يحب يحل مقابر للتوانسة، يدفن التوانسة بجبانه للإرهابيين لإتمام مشروع المجرم الخنوشي والعصابة متاعه، لإتمام مشروع العمالة. التوانسة الصحاح واللي يحبوا بلادهم، مستقبلكم بين يديكم اليوم، انتوما اللي باش تدافعوا على الوطن متاعكم. ومش معقول كل صوت متاع حق يدافع عليكم يتقتل ويتنسى، كما صار شكري بالعيد وصار للحاج البراهمي وصار للمحامي بن مراد وصار لطارق المكي. الور يا توانسة كما راهو في ناس من كذا ربي معاه والله خايفين عليه، شنو هي ربي معاه وخايفين عليه؟ هذا ربي معاه ان شاء الله ربي معاه. وانتم يلزمكم تكونوا مع الرجال اللي قاعده فهمت كذا تحمي في بلادكم وتدافع عليكم. خايفين عليه وربي معاه والله كذا وشيء، اي شنيا باش تتفرجوا؟ باش تبدا مريم بالقاضي والفاسد سامي الفاري يعملوا في البوز ويعبيوا في الكونت نتاعهم على حساب دم التوانسة، وانتم ما قلش عليكم تتفرجوا فهمت كذا معناتها في افلام بوليسيه، فهمتي ولا؟ ثم مصلحه وطن، ثم مستقبل الوطن اللي التوانسه الكل فهمت كذا يلزمها اليد في اليد، على خاطر التوانسه فيكم مجموعه قليله ما همش توانسه، ما عندهم حتى علاقة بالوطنية. الخوامجية عندهم علاقة بتونس كان على مستوى الغنيمة، وفاسد عجوز في كرتاج باع الوطن وخان ولي نعمته بورقيبة. نعاود الرسالة للسيد المدير العام للأمن الوطني، حياة لطفي العماري بيديكم وحياة كل الشرفاء، ناس مجرمين، ناس انذال، النهاية متاعهم قريبة بإذن الله، وغدا لناظره قريب. تحيا تونس، تحيا تونس، تحيا تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.